معكم الدكتورة حنان، وهنتكلم النهاردة عن حلول الفارما في الدواجن حول العالم. التحدي الكبير في صناعة الدواجن مش بس غلاء العلف ولا أسعار السوق، لكن الأمراض ومقاومة العلاج. وعشان كده لازم نفهم إيه هي الحلول الفارما العلاجية اللي العالم كله ماشي بيها مع الدواجن، وإيه البرنامج العملي اللي ممكن نطبقه من أول يوم لحد البيع. المضادات الحيوية زمان كانت علاج ومحفز نمو، لكن دلوقتي العالم كله بيمنعها كمحفزات وبيقتصر استخدامها على العدوى البكتيرية المؤكدة. موجود منها أمثلة كتير في مصر زي الانروفلوكساسين والدوكسيسايكلين والتيلوزين والأموكسيسايكلين مع الكالفينيك أسيد، لكن لازم الاستخدام يكون بحذر وتحت إشراف بيطري علشان نتجنب المقاومة. الكوكسيديا من أخطر مشاكل التسمين، وأدويتها نوعين: الأيونيفور زي السالينومايسين، والكيميائية زي الأمبروليوم. الاتجاه الجديد إن إحنا بنعمل تدوير للأدوية بين الدورات أو الاعتماد على لقاحات الكوكسيديا. الفاكسين أو اللقاحات في مصر متوفر كتير من أنواعها زي اللاسوتا لنيوكاسل، والاي بي لالتهاب الشعب، والجمبورو فاكسين للجمبورو، والاتش 9 والاتش 5 فاكسين للإنفلونزا. وفي كمان لقاحات مركبة بتدي حماية من أكتر من مرض بجرعة واحدة. محفزات المناعة والبدائل، الاتجاه دلوقتي للأمان الحيوي ورفع المناعة زي استخدام مستخلص جدار الخميرة اللي بيحتوي على البيتا جلوكان ومنان، واستخدام البروبيوتيك والبريبيوتيك والزيوت العطرية زي الكارفاكرول والسيمول بيخلوا الطائر يقاوم أفضل. وعشان تحصل على أفضل برنامج دوائي كامل لدورة تسمين، اتواصل مع الدكتورة حنان هتعرفك البرنامج الأورجانيك كامل عشان تقدر تطلع دواجن أورجانيك بدون مواد ضارة. العلاج مهم بس الوقاية أهم. إدارة صح، تحصين منظم، برنامج دوائي علمي هم سر النجاح. امشي على الخطة دي وهتشوف الفرق في وزن القطيع وصحة المزرعة.